عليكم ورحمة الله. أنا محمد درويش صاحب قناة المغامر محمد درويش المحتوى مالتي أقدم عادات وتقاليد ومغامرات في البر والبحر مع الحيوانات الخطرة، وكذلك أقوم تجارب خطرة. تحية لأحلى جمهور في الوطن العربي أجمع. اليوم عندنا عملية نقل هذا الأسد. هذا الأسد متربي هنا بهذا البيت، وصديق فقار دائما يربي الحيوانات لأن أبوه يلبي رغباته تربية الحيوانات. راح نقله للمحمية. بدت عملية النقل، بس هو تقدر له يا ولد قوي؟ خلاص صعد بالسيارة. يلا تعال وريك. تعال صعد. هسه ياكلك، بقيت بالسيارة أنت وياه. ما تخاف منه ها؟ لا. بوسه طيب، بوسة الوداع. جيد. انت ضايج عليه ها؟ يا راح من عندك؟ بس ما راح بعيد. راح يروح للمحمية، هم تقدر تزوره. الشراسة اللي يمتلكها الأسد على أساسها سموه ملك الغابة. بعض الأسود نشوف عليها منها هذا الفرو. شنو فائدة هذا الفرو بالنسبة للأسود الذكور على خلاف الإناث؟ هذا الشعر الكثيف له عدة ميزات. أولا يبين البلوغ للأسد، ثانيا يحميه من الكدمات، دائما ما يشاجرن بيناتهم فيحميه من الكدمات، وكذلك يبين الهرمونات الذكرية عند الأسد. الأسد إذا كانت مجموعة يسمونهم زمرة، ومثل ما إذا الأولاد مجموعة يسمونهم جوقة من الغلمان، وإذا إبل صرمة من الإبل ورعيل من الخيل. المخالب مالته شلون يطلع عن أبو فقار؟ بهاي الطريقة يحاول يضغطهن قوة العصب اللي هي تسحب المخلب. يعني بهذه الطريقة. زين هذا يسحبهن حتى في حالة المشي لو بس لا بالافتراس؟ لا حالة الافتراس بس. جيد. شوفوا المخلب مالته، اللسان مالته مال الاسد بيه زغابات. الزغابات هذه شبيره، هاي الزغابات مبينه، شوفها، هاي تساعده حتى تفصل اللحم عن العظم بالفريسه. السن مالته من 5 سنتيمتر الى 8 سنتيمتر، يوصل الى 10 سنتيمتر من يكبر. يكون جدا حاد مثل الخنجر. والمخلب مالته بعد اقوى لان يستطيع يجرح به ويشق الجلد، حتى وان كان مال الجاموس. يعني انتم شفتوها بالطرق البريه او بالافلام الوثائقيه، الجاموس ايش قد قوي الجلد مالته، هو مجرد يطلع المخلب مالته ياخذ له وصله من عندها. اما اذا متعجب انت شلون ابو فقار يخلي ايده داخل الفم مالته، هذا بحث اخر يعتمد على درجه الالفه ما بين المربي وما بين حيوانه. هذا بعده ما بالغ. شوف الشف مال الرجل مالته او القدم الخلفيه ايش قد يصير، يعني اكبر من ايدي. اذا يبلغ يصير اكثر. السؤال هو شنو فائده ذيل الاسد؟ ذيل الاسد يفيده بالتوازن، يعني اذا يركض ورا الفريسه راح يوازن بذيله يمين ويسار. هاي واحده. اثنين، علامات الحيوان اذا كان ضايج او كان مرتاح. اذا ضايج يظل يضرب بذيله بهاي الصوره، لانه ضايج لا حيتقرب. جيد. يعني مزاجي مثلا مو صحيح فمرتاح، بس اذا كان مرتاح يسوي بذيله يمين ويسار. بعض الاسود تعيش مترحله، يعني تعيش بمجموعات اللي هي الزمر قلت لكم، فما تظل تستقر بمكان.
من مكان الى مكان خاص، وبعضها لا تبقى مستقره مكان بس لفتره قصيره. زين، شلون تقدر هذه الاسود تحافظ على هاي مملكتها او منطقتها اللي عايشه بيها؟ من خلال البراز مالتها، وين ما تروح على الشجره، على العاقور، على الشغلات اللي يبها البريه تبرز عليه هذا البول مالتها. فبالتالي اذا اجى اسد غريب راح يشتم انه هاي المنطقه موجوده بيها اسود، يعني تابعه الى مملكه اسود، فبالتالي يبتعد عنها. شوف اللي اسمه الزغابات. لا وخر من الاسد. الاسد اذا بلغ سنتين ونص يصير اخطر، لان الحجم مالته يكون اكبر. هسه هذا بعد شبل بالفقار بعده، اذا بعد شبل، وهذا الحجم مالته الهائل، الكف مالته جدا جدا عنيف. احاول اصارعه، اقدر لو ما اقدر. حلو ياك، حلو ياك، شكل بكروه الصراحه مع الاسد. تركض وراه خصبانه. تستسلم؟ جي والله. استسلم ولا استسلم؟ يلا. هذا كل ما يخص الاسد. لهنا ننتهي من حلقتنا مع الاسد، والى اللقاء في حلقات جديده ان شاء الله.